الدوري هذا الموسم، وكان امام النصر للتعدين. ادي كرة امامية، استانلي المرة دي بيتقدم في مساحة، رفع وشه وعمل ترقيصة ولكن انتظر اسامة، هيشيل من مرة واحدة. وادي العرضية خطيرة، وادي المتابعة وفرصة كبيرة، وادي مصطفى جول. ادي مصطفى جول، الفرصة الشقية، الفرصة الشقية في الدقيقة 32 ياخد الهدية، وده ما بيضيعش، على طول واحدة والتانية يحطها داخل الشباك علشان مصطفى فتحي يفك شفرة اللقاء ويأتي بالفارس الأبيض إلى الأمام بعد ما فك الشفرة في الدقيقة 32. ولكن بص شوف الحكاية، قلنا الجبهة اليمنى هي مصدر الخطورة والإزعاج، ادي الإبعاد وادي مصطفى لم وافتح فتح، وعلى طول بالقدم اليسرى بيضع الهدف الأول مشاهدينا في أحداث هذا اللقاء علشان يتقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شيء. 1-0 لمصلحة نادي الزمالك، وهو سابع أهداف الجولة 20. مرة تانية هيثم الفيل ضغط معروف، والله معروف عامل مباراة كبيرة. ادي شيكابالا المرة دي رافع وشه ومركز وبيغير اتجاه اللعب لمحمد. هيعمل ايه محمد؟ استنى وانتظر، ولكن عدت مرت. والجون الثاني، الجون الثاني لكبير الهدافين حسام باولو. قلت لحضراتكم الدقايق الاخيرة دايما بتشهد اهداف، وحسام باولو كبير الهدافين بيوقع على تاني اهدافه من فترة انتقاله الى نادي الزمالك. ولكن ادي البداية وادي الحكاية، وقفت ما بين اقدام محمد ابراهيم، راحت للي ما بيهرجش ولا بيتأخر ولا منتظر، يحط بشكل جمالي على طول بباطن القدم اليسرى، يحطها حسام باولو على شمال مصطفى عبد الستار علشان الفارس الابيض باقل جهد مشاهدينا يتقدم على النصر للتعدين 2-0. خلص الكلام.